اهلا بكم متابعيني ومتابعين قناتي ومتابعين اخباري الجميله سيلا ترك اوغلو. سيلا تعترف دون ان تشعر بحبها لخليل، وما هي الظروف التي ادت الى انهاء هذه العلاقه. يلا بينا بقى نعمل لايك الفيديو الاول عشان هنقول كلام مهم جدا. يلا نقول بقى بسم الله. طبعا احنا شفنا مسلسل شربات التوت البري. اي نعم الحلقه الاولى ما كانتش بدرجات عاليه في المشاهده، لكن الحلقة التانية بدأت تعلى، خصوصا بعد تصوير أو مشاهد قبلات دغا وفاتح. عايزة أقول لكم بداية كده إن سيلا لما عملوا معاها ريبورتاج عن المسلسل وعن إحساسها بالشخصية الجديدة، سيلا قالت إن هي قريبة جدا لشخصية دغا، إنسانة يعني محبة، إنسانة رومانسية، إنسانة كل الكلام ده جميل جدا. لكن وضحت لنا ان هي عاشت مع شخصية او خاضت تجربة مع شخصية قريبة جدا لفاتح. طبعا كلنا عارفين وكان واضح للجميع حب سيلا وخليل من خلال مسلسل الأمانة. ولما انتهى المسلسل احنا كنا حبينا سيلا ببراءتها وبهدوءها وطيبتها، لكن بعد سيلا ما تركت مسلسل الأمانة شفنا سيلا جديدة تماما، نيو سيلا فعلا، بلبسها الجريء شوية، ودلوقتي بتكمل الجراءة دي بمشاهد في المسلسل شربات التوت البري. لما سيلا قالت ان هي عاشت نفس المرحلة، يعني اتعرفت على شخص متدين او على الاقل اهله متدينين، وطبعا هي مختلفة، هي طالعة في المسلسل علمانية او عايشين حياة بحرية زيادة شوية. لو احنا قدرنا نقارن بين ظروف سيلا وخليل ودغا وفاتح في المسلسل شربات التوت البري، هنلاقي فعلا ان هي قريبة جدا، ويستحيل ان كان حب سيلا وخليل اللي شفناه في مسلسل الأمانة ينتهي، او اللي احنا حسيناه ده كان كذب. لا، ما كانش كذب، بس فعلا خليل من عيلة متدينة او اهله متدينين، سيلا متحررة شوية، وده عندي تحفظ طبعا عليه، رغم ان انا بحبها مفيش مشكلة، بس بيبقى عندي تحفظ شوية على يعني ظهور الشخصية قدامي. طبعا العيلتين مختلفين تماما، واكيد ده حصل فيه يعني مشادات، حصل فيه رفض، عدم قبول من اي طرف، مش شرط طرف اهل خليل، مش شرط طرف اهل سيلا، بس ده من الواضح. وهي كمان اعترفت بده وقالت ان انا عشت تجربة زي دي او شخصية مع شخصية زي دي، وكان واضح ان هو طبعا خليل. بنتمنى لسيلا كل التوفيق وكل النجاح، وبنتمنى برضو لخليل كل التوفيق وكل النجاح، واتمنى ان انا اسمع تعليقاتكم الجميله واقول لكم ايه رايكم. هل فعلا التحليل ده مظبوط؟ يعني اللي قالته سيلا ده فعلا بينطبق عليها هي وخليل، ولا ده شعور وصلني انا لوحدي؟ مستنيه تعليقاتكم الجميله، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو بقوم بتحميله. الى اللقاء.